مساء الخير على الجميع. في مباراة مملة، مباراة هزيلة المستوى والأداء، في مباراة تمل وانت بتتفرج عليها. النادي الأهلي يهزم المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ولكن لحد امتى؟ علامات استفهام كتيرة جدا على اداء النادي الاهلي. مش هو ده النادي الاهلي، ولا ده شكل ولا اداء النادي الاهلي وباللعيبة المتواجدة ديت. لا، انا اقول لك ده المدرب بتاعنا لا يفقه اي شيء في التدريب. ده كان فكهاني في الدنمارك وقالوا له تعالى درب. انا هنا والله ما خليه يبيع قلل على اوليكس. رسميا كده الراجل ده جاي بتاع احصائيات، ده مش مدرب كرة قدم. كل ماتش يخرج يطلع يقول لك شوف الاحصائيات، احنا عملنا. طب النهارده احنا ما عملناش اي حاجة. هم 4 كور رحنا بيهم ولا 5 كور، قدرنا نسجل بمجهودات فردية، مش ما فيش اي ابداعات ولا اي جمل تكتيكية عشان نقول في شغل مدرب واضح للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم اداء ولا اسوأ تحت قيادة الدنماركي يستروب. وانا بقول لك مع الاداء ده والراجل ده ما تتفائلش كتير، وما تتعشمش كتير، وما تتعشمش ان انت ممكن تروح بعيد في افريقيا، لان الراجل ده مصمم ينهي على المتبقي من الروح الباقية عند اللعيبة. احنا النهاردة شفنا شوية موظفين بينزلوا يعني مفيش حد عايز يعمل اللي عليه، هو مجرد تأدية واجب. عندي ماتش هنزل العب الماتش، كسبنا بقى اوكي، ما كسبناش اوكي، انا كده كده ايه، فلوسي مضمونة وكل حاجة مضمونة وانا تمام، اديت اللي عليا ولعبت المباراة. ده اللي نازلين بيه اللعيبة. مفيش دوافع، مفيش حافز عند اللعيبة تطلع اللي عندها. لا، دي مش مستويات اللعيبه اللي احنا كنا بنشوفها بتطلع نار من بقها يا جماعه الموسم اللي فات. مش دي، مع انها هي نفس اللعيبه. يعني انت لما تيجي تقارن اللعيبه دي، هي اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها مع بعض الاضافات الجديده، المفروض يضيف للفريق، انما مش يوصل لمرحله من مرحله الاداء السيء والهزيل اللي بنشوف فيه النادي الاهلي ده. لا، انت لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي المباراه دي، انت مش هيقول لك لا انا، يعني انا ما يهمنيش المكسب على قد ما يهمني الاداء، لان اللي جاي هيبقى اصعب بكتير. احنا داخلين على مراحل متقدمه، ربع نهائي افريقيا، المرحله بتاعت السبعه الكبار في الدوري. يعني عندك بطولات كتير جايه. يعني ما ينفعش الاداء ده، ما ينفعش فيها الاداء ده، ولا العشوائيه اللي بنشوفها، ولا الروح اللي مفتقدينها، ولا الحماس ولا الحافز ولا الدوافع. ما فيش اي حاجه خالص تقول لك ان النادي الاهلي جاي. لا لا خالص، وهي نفس اللعيبه، ما اقول لك مع اضافات وتدعيمات. واللعيبه تحس في حاجه انت مش فاهم. هو في حاجه بس انت مش فاهمها ايه هي، انا مش عارف. انا زي ما قلت لك المدرب ده والله يعني فكهاني في الدنمارك، ده مش مدرب كره قدم ولا له علاقه. ده زي ما بقول لك بتاع احصائيات، انما مش مدرب كره قدم نهائيا. ده كبيره يبيع قلل على اوليكس وتبقى حاجه كبيره عليه كمان في مصر هنا. انما في الدنمارك زي ما قلت لك كان فارش كده فرشه خضار وكده، وبيبيع ويسترزق فاكهه وخضار وكده. انما جاي هنا علشان الاحصائيات، يقول لك بص على الاحصائيات. طب ما انا هبص في الملعب قبل ما ابص على الاحصائيات. ايه اللي انت قدمته لي النهارده في الملعب؟ ايه اللي حصل؟ فين الجمل التكتيكيه اللي بتتعمل؟ فين اللعيبه؟ فين الروح؟ فين الجرينتا اللي كان بيتميز فيها؟ الفانيلا دي اللي كان بيلبسها، كان بينزل حتى لو هو ما عندوش مهاره وما عندوش اي حاجه، بالروح كان بينال احترام وتقدير وحب جماهير النادي الاهلي كلها. انما انت جاي، يعني انا مش بقول لك انا في حاجه في الفريق انت مش فاهمها، انت مش عارفها. ايه اللي بيحصل؟ إيه اللي يعني ليه بالشكل ده في الملعب؟ ليه بالريتم ده والبطء ده والاداء الهزيل والسيء اللي بقينا بنشوفه؟ لدرجه انا بقول لك والله انت كسبت 3-1 لا على فريق اساسا هو عايز يخسر. المقاولين نفسه ده عايز يخسر. المقاولين ما راحش اساسا، ما شفناش المقاولين عند مصطفى شوبير في الشوط الاولاني تماما لحد الدقيقه يمكن 35. اول هجمه كانت بعد الدقيقه 35. ففريق نازل يخسر هو كده عارف هيقابل، هيتكتل ويعمل هجمه مرتده، لطش واحده لطش اتنين زي ما يلطش عادي. انما ان احنا نشوف النادي الاهلي، لا، مفيش استغلال للموقف، مفيش. انت بتلعب اللعيبه باص كتير جدا لورا، مفيش حد كرييتيف كده يقدر يستلم ويروح. امام بقاله 3 4 ماتشات تايه، فردي جدا واناني جدا، ما بيلعبش مع. يمكن النهارده المجهود الفردي اثمر، ولكن لا، مش كل مرة المجهود الفردي هيبقى مثمر. لا، في اوقات لازم تلعب مع الفريق، لازم تساعد الفريق. تريزيجيه تقدر تقول الحسنة الوحيدة في معظم اللعيبة اللي موجودة دي.
تريزيجيه الروح الجرينتا كل بيعمل كل اللي عليه من وقت ما يلعب لحد ما يخرج. انما غير كده انا ما بشوفش حد والله في الملعب يستاهل ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. بامانه بجيبها لك بامانه وبكل صراحه، الملعب فيه من ال11 اللي نزلوا او التغييرات انا ما شفتش واحد يقدر اقول لك يستحق يلبس فانيله النادي الاهلي. لعيبه تأدية واجب، شويه موظفين نازلين يلعبوا. وما خليش المكسب يعمي عينيك عن الاخطاء دي، لان الاخطاء دي احنا لو هنتداركها قدام وهنعرف ان احنا كان لازم من بدري نلحق. كان لازم من بدري حد مصري يتحط مع التروب غصب عن عينين اهله. مفيش حاجه اسمها هو مش قابل، لا انا الباند العقد بقى ما بيكتبش فيه حاجات زي دي اعتقد، يعني ان انت لا تحط مصر او ما تحطش. هو ملوش علاقه، هو له فلوس، انت بتاخد فلوسك خلاص تقفل، مالكش علاقه بقى احط مصري احط واحد تاني. انا حر، انت جايبه مساعدينك وانا هحط واحد مصري بحيث ينقل للعيبه غضب الجماهير غضب الاداره. اجتماعات مع المدير الفني ده نفهمه ايه السبب اللي وصل ليه النادي الاهلي من الاداء السيء والاداء اللي ما عادش فيه جماعيه، ما عادش فيه روح، ما عادش فيه اي حاجه خالص. تخيل ان النادي الاهلي النهارده بيلعب قصاد فريق يعني زي بقول لك نازل مسلم نفسه عشان يخسر، وفي النهايه ما شفناش الا 5 كور، 5 أو 6 كور طول المباراة. النادي الأهلي اللي كان فيه مباريات بيتعدى ال15 و20 هجمة، منهم 6 7 فرص مؤكدة أمام فرق كبيرة. النهاردة قدام المقاولين العرب 5 6 فرص بالعافية، والحمد لله اللي فيه لعيبة بالمهارة الفردية ترجمت الفرص دي الاهداف. لان لو الفرص دي ما ترجمتش الاهداف انت برضو كنت هتطلع النهارده يا متعادل، كنت هتطلع على الاقل متعادل مع المقاولين. وبالمناسبه الهدف اللي اتلغى هدف ملغي 100% بتاع الاوفسايد، والجماعه اللي فاهمين كوره هم اللي هيعرفوا يحللوا النقطه دي، لان الكوره من البدايه خالص الكوره التانيه مش اوفسايد. الكوره اللي جايه منها الجون من بدايتها خالص ايوه كان جسم حته من كتف لاعب المقاولين متقدمه عن اخر مدافع للنادي الاهلي. ولكن انت هتلاقي التحليلات في الناحيه التانيه شغاله، والفلاسفه هيطلعوا يحللوا ويمنطقوا ويقول لك ايه، مع انه نفس الحكم ده هو اللي كان بيحكم من اسبوع او 10 ايام بالكتير للزمالك برضو، وما حسبش ضربه جزاء، وما حدش طلع قال اي حاجه ولا حد فتح بقه، وطلعوا حللوها وقال لك مش عارف اصل الكوره جايه فين. ولكن لو هم بس بيستخدموا عقلهم، بلاش الحته التانيه، يستخدموا عقلهم في رسم الخطوط صح، بلاش المسطره ولا الورقه اللي كان بيقيس بها الهجاص، لانه واضح ان هو ايه يعني العقول بتاعتهم مسيطر عليها الهجاص ورسم الهجاص. فانت لو جيت انت رسمت الخطوط بنفسك وبايدك هتعرف ان هو اوفسايد. وكفايه ان اللعبه قعدت 3 دقايق يعني علشان يتاكدوا منها، وفي النهايه كان حكم عادل لالغاء الهدف بتاع نادي المقاولون. ولكن ما عليا حتى لو الهدف اتحسب كان برضو النادي الاهلي هيفوز انا اقول لك. ولكن انا غير راضي عن الاداء بتاع النادي الاهلي. في حاجه لازم وقفه جديه. ماتش الترجي ماتش صعب جدا وتصعب اكتر لانه هيبقى بدون جمهور، لان الكاف خلاص اصدر العقوبات على النادي الاهلي، هيلعب مباراتين بدون جمهور، منهم في مباراه ايقاف بدون جمهور لمدة سنة. إذا مفيش أي شغب خلال السنة خلاص هيبقى مع إيقاف التنفيذ. حصل حاجة هيبقى في مباراة وعقوبات تانية، بالإضافة كمان للعقوبات المالية اللي نزلت على النادي الأهلي في موقف مخالف للائحة تماما. إن أي شغب من الجماهير كان بيبقى أمور مالية اللي هو رمي الأزايز وبتاع، لأن في أي مباراة بيحصل رمي أزايز. لو هتوقف الجمهور عشان بس بيرمي زجاجات يبقى أنت كده مش هتلعب كرة تماما. ولكن الاتحاد الافريقي خباياه يعني كده ان هي طلع عشان ترضي الطرف اللي هناك، واحنا عارفين ان الطرف اللي هناك مسيطر شويه، وعارفين الايه الدوشه اللي بيعملوها بقى دايما على طول علشان ياخدوا زياده شويه عن حقهم. مع ان الجمهور اخطا تماما، انا بعترف ان جمهورنا اخطا، ولكن برضو العقوبات اللي بتبقى على الجمهور عشان رمي الزجاجات بتبقى ماتشين. انت عاقبت ناس رموا حاجات معدنيه وحاجات تسبب خطوره على حياه اللاعبين، وعاقبتهم ب3 ماتشات او 4 ماتشات او ماتشين، والله ما فاكر العقوبات. فازاي هنا تكيل بمكيالين؟ هي العقوبه كانت معروفه ان هو غرامة مالية على النادي، وتحذير مثلا اللي هو ايه لو استمرت اعمال الشغب من قبل الجماهير هيبقى فيه وقف، هيبقى فيه كده. ولكن انا بقول لك المباراة بتاعت الترجي اتصعبت لان هيبقى بدون جمهور، ودي كانت الحسنة اللي ممكن تفوق اللعيبة الموظفين دول لو في تراخي او اي حاجة. دلوقتي هيبقى مفيش جمهور، فهتلاقي ربنا يستر، هتلاقي صعوبة جدا في ماتش الترجي، وانا بقول لك من دلوقتي وربنا يستر.
والتوفيق للنادي الأهلي. السلام عليكم.